وساعتها بيسمعوا صوت الإنذار وبيعرفوا كده إن الجراد وصل. وقتها بيجروا كلهم بسرعة وبيحطوا باقي الأكل اللي معاهم للجراد، وبتطلب منهم الملكة ينزلوا بسرعة للجحور علشان يستخبوا قبل ما الجراد يوصل. وفي الوقت ده بيجري فليك اللي بيكون آخر واحد وبيروح يحط الأكل اللي هو جمعه، بس للأسف الاختراع اللي معاه بيتسبب في وقوع الأكل كله في بركة المية. وبيحاول فليك بكل قوته إن يلحق الأكل بس ما بيقدرش، فبيروح بسرعة علشان يبلغ الأميرة أتا، لكنها بتكون متوترة وما بتدلوش أي فرصة يتكلم. وساعتها بيهجم عليهم الجراد وبيسألهم هوبر قائد الجراد وهو متعصب جدا عن الأكل، وبتقوله الأميرة إن الأكل كله على ورقة الشجر. بيتعصب أكتر وبيقول لهم إن مفيش أي أكل بره، وبيديهم فرصة تانية علشان يجمعوا أكل تاني، وبيقول لهم يجمعوا ضعف الكمية كعقاب ليهم على التأخير. وساعتها بتترجاه الملكة الأم وبتقوله إن مفيش وقت غير إنهم يلحقوا يجمعوا حصاد لنفسهم، بس وقتها بيهددهم هوبر إن لو ده محصلش مش